لله على فضله وإحسانه وكرمه وجوده أن جمعنا وإياكم في هذه الجلسة المباركة الأسبوعية، ونقرأ كما سمعتم في هذا الكتاب الذي هو يتحدث عن واقع الذي ينبغي أن يتعلمه الإنسان في حياته. سمعت مسألة النية، والنية عندنا مهمة في الشريعة، في الأعمال، في المعاملات، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما ذات حصر. والأعمال هنا قالوا تقرير محذوف، وتقديره إنما ثواب الأعمال بالنيات، وقيل إنما ثواب الأعمال بالنيات، وقيل إنما صحة الأعمال بالنيات. على التقديرين كلها تؤدي إلى معنى أن النية هي أساس العمل كما ذكر الشيخ. ثم سمعتم كلام الحبيب أحمد في مسألة تحرير النيات، أمر هام جدا، لأنك تنال الفضل والأجر على قدر ما نويته. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نواه، ما قصده، ما رغب فيه. ولكن قبل ذلك علينا أن نعرف الأجر الذي يترتب على أعمالنا حتى نقصد هذا الأجر، ونقصد هذا الثواب الذي أعد الله عز وجل لهذا الفعل. قد تفعل فعل أنت بتلاقي أنه في أجر، فيفوت عليك هذا الأجر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في مثل هذا مجلسنا: من خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله، وهو مخرج هذا الحديث على الغالب ولا في أي مجلس، من خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله لا يريد إلا أن يعلم خيرا أو يتعلمه، رجع بحجة تامة. هل أنت استحضرت الحجة بتحصلها بهذا المجلس؟ أكيد كلنا كثير ما يعلمون هذا الحديث، وبالتالي ما بيستحضر ما ترتب من أجر على هذا العمل. وكذلك قس على هذا كله، تحتاج إلى أن تتعرف على ثواب الأعمال، ثواب التسبيح، ثواب التهليل، ثواب قراءة القرآن، ثواب صلاة الجماعة، ثواب صلاة الجنازة. تتعلم، تعرف حتى تقصد هذا العمل. الاعتكاف في المسجد، لما نجلس تدخل داخل المسجد، بتجلس لك بين المغرب والعشاء في حاجة بسيطة، لفتة كده بسيطة بترقيك فيها بهذا المجلس، تمام؟ وهو أن ينقلب هذا العمل من نافذة إلى فريضة، فيصير هذا نذر، فتكون نويت الاعتكاف المندوب، فصار هذا نذر واجب الوفاء، على الخلاف الذي ذكره سيد عبد الله عليه رحمة الله في مسألة هل يجوز أن يقول الإنسان نويت يعني ينوي نذرت الاعتكاف مدة إقامتي فيه. سيد عبد الله يرى أن مدة إقامتي هذا ما فيها حصر، ما فيها تضبيط للنفس، أو يعني كأنك تقيد نفسك بشيء، ما فيها تقييد. فهذه سيد عبد الله أنه هذا يقول لا تكتبوها هذا، لأنه لا بد من الأذر من تقييد ساعة، ساعتين، 3 ساعات من شان تحصر نفسك بها. هذه مسألة فقهية على كل الأحوال. المهم أن الإنسان يحتاج أنه يحضر النيات. والنقطة المهمة جدا التي ذكرها الشيخ وهي مسألة العزم والهمة، لأن النية معناتها قصد الشيء، قصد مقترن بالفعل. طيب، والفعل هذا يحتاج إلى همة. في الإمارات هناك في محل يسمونه لأصحاب الهمم، تكون أصحاب الهمم. أصحاب الهمم هذا الناس اللي هم كسروا رجولهم، اللي يعني عنده عاهات، إعاقة، يسموهم أصحاب الهمم. ليش أصحاب الهمم؟ مشان يرفعون إيش؟ معنويتهم. تمام؟ احنا عندنا يقول لك محل مكسورين، حبط الإنسان مسكين الله، حطوا كذا يعني كلمة خليه ترفع المعنوية حقه. تمام؟ ولهذا الهمة مذكورة في كلام أهلنا وأسلافنا، يقولون وسع ليش؟ المشهد. وسع المشهد معناته طلع، إذا سألت الله فاسألوه ليه؟ فردوس الأعلى. ما تخلي نفسك يعني وكلكم يعني الذين يشتغلون ما شاء الله في الاستثمار يعرفون معناته الهمة وش أهميتها، وأن يحتاج الإنسان أن يقوي همته وعزمه حتى يستطيع أن يوصل. أما الإنسان الذي عصمه بسيط ويجرب لك، بنجرب المشروع ده بنجرب فيه، لا تروح فيه مشان تنجح.
اما بنجرب خاف ننجح في ذا، ما بنشتري في ذا. لا، هذا معناته هذه ليست فيها شيء من ايش؟ من العزم، ولا فيها شيء من قوه الهمه. تمام. ولهذا يحتاج الانسان ان يقوي همته. والضعيف يحتاج انه يستفيد من التجارب بالناس. تمام. كان واحد من هكذا كان ضعيف في طلب العلم، ضعيف، وكان كل ما يجي مجلس حاجه في نفسه ما يفهم بطل وانسحب، وهكذا ما استقر على شيء حال، وخلاص جاءت عنده الروح الانهزاميه، خلاص منهزم. فلما جاء يوم كذا خلاص نوع من التعب واليأس، وجلس يعني في محل كذا، في يعني زي يعني بستان او هكذا، فاخذ ينظر كذا فرأى عزكم الله الخنفسه هذه يسمونها الجحمه عندنا، حشره كانت تريد تطلع تتسلق ليش؟ الجدار. كل ما قلتها بتقرب سقطت، طلعت مره ثانيه، كل ما طلعت سقطت، طلع مره ثانيه، وجالس تعين الشكل هذا المنظر، وان هذه الخنفسه ما يأست، لازم بتعبر ما الى قريب نص الليل، يلا طلعت على ومشت بطريقه. قال الحين هذه الحشره الله اعطاها الهمه والقوه، ولم تيأس حتى تصل تحقق هدفها. ولا بد للناجح ان يفشل، ما يصل الانسان للنجاح الا بعد ان يفشل مره مرتين 3 مرات. تمام. وبعض الناس يقول لك والله ماشي شغل في بلاد، انا بقول بركه ماشي شغل، ماشي يجيك بالسهل، اشتغل، حرص، كثف، اعمل، وتوكل بعدين على الله. وبعدين النيات هذه تخدم. شوف النيات، سمعت القصه حق الامام سيدنا عمر بن عبد العزيز، هذا دخل بنيه صالحه في الاعمار في الاصل في ليش؟ فانه بيصلح بيلقي من الاثر المعنوي لهذه النيه. شوف حسوا اصحاب الشياه الرعاة الاغنام، قالوا من هذا العبد الصالح الذي تولى، كيف عرفتوا؟ قال والله الدياب حقنا ابتعدت من الشياه. عرفت نيه صاحبها انه بيجي تو يطلع بنيه، ويطلع واحد ما منصب بالنيه تو غبي تو نيته، عاد اللي بيمسك المنصب، عاد اللي بيمسك الوزاره ولا الاداره، يقول لك وين بناكل؟ منين بنها؟ وين بنلقي؟ يطلع النيه اللي ما تلقيها، بتحصل كلهم بدون حول كل لصوص والسرقه، لانك انت نيتك هي سرقه. تمام. ونهب، وبالتالي ما بتفلح ولا بتنجح في شيء اذا هذه النيات السيئه. فنسال الله التوفيق والسداد. وحبيبنا هاشم الحامد جاء من حركه دعويه مباركه في اندونيسيا، وحركته ما شاء الله معروف بتحركاته ويعني جولاته وهمته العظيمه في مجال الدعوه الى الله. نسال الله تعالى ان ينفعنا بكلمه منه.